السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فرخة الفراشة، هتعجبكم قوي. دي الفرخة بعد ما نقعناها وشطفناها كويس وصفيناها في المصفى. هتنقعي الفرخة في ربع كوباية ملح وربع كوباية سكر، وهتحطيها في التلاجة لمدة 4 ساعات. بعد كده هتشطفيها كويس قوي من محلول النقع اللي احنا كنا عاملينه لها، وبعد كده هتسيبيها تتصفى كويس جدا. هتجيبي العظمة اللي في النص دي للاخر كده وتتكي عليها، وبعد كده هتعملي فيها فتحات. اذا كانت الفرخة كبيرة، الفرخة صغيرة ما تعملهاش فتحات خالص، عادي سيبيها كده زي ما هي. انا فضلت افتح فيها كده من الورك ومن الصدر علشان تستوي يعني، وادخل فيها التتبيله يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو بفتح فيها. بعد كده بقى هنجيب كوبايه زبادي كبيره، كوبايه زبادي كبيره، معلقتين صلصه، معلقتين صلصه، ملح وفلفل، معلقه بابريكا كبيره، معلقه كمون صغيره، معلقه كزبره كبيره، معلقه حبهان مطحون صغيره على ورق لورا، توم بودره، بصل بودره، جنزبيل بودره، زعتر وروزماري. ابقي كسريه كده يعني بايديكي والزعتر ابقي افركيه كده عشان ريحته تطلع، يعني الريحه العطريه اللي فيه. هتقلبي بقى كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، تبقى العطاره كلها دابت في قلب الزبادي. عندك بقى عصرة برتقانية، حطي عصرة ليمون ماشي، معلقة خل صغيرة، اي حاجة من التلاتة دول. ما تنسوش رشة السكر. ادي السكر، وادي معلقة الخل، ودولت معلقتين زيت زيتون يا اما زيت ذرة. وخلاص على كده هنتبل بقى الفرخة بقى. نحطها بقى في صينية وهنتبلها. هتتبلي تحت الجلد ومن على الوش وفي الفتحات، ما تسيبيش فيها حتة ما فيهاش التتبيلة. وبعد كده هندخلها في الفرن على درجة حرارة 220 لمدة نص ساعة، والساعة التانية هتخليها على 150 عشان بقى تستوي. هي بتاخد ساعة ونص بس، عشان دي كانت كبيرة. لو فرخة صغيرة هتاخد ساعة معاكي. ودي شكلها بعد ما خرجتها من الفرن، وانا عملت الرز زي ما قلت لحضراتكم. ودي شكلها بعد ما خلصت وغرفتها كلها. بصوا مستوية ازاي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.